هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. يا ريس، كل يوم دلوقتي في جديد في مصر. الجديد المرة دي حاجة كويسة لو في جديد. لا يا ريت، ده حاجة سيئة جدا، إساءة للإسلام. كل يوم والتاني بيطلعوا لنا بموضوع جديد يا ريس. المرة دي لعب أطفال متوفرة في السوق بتسب السيدة عائشة. اللعبة دي موجودة في إيد كل طفل دلوقتي في مصر. أهي يا ريس، لعبة ثمنها 5 جنيه تشغلها تسب السيدة عائشة. مش كده وبس، ألعاب على النت تشغلها ضرب للمصحف وضرب للأماكن المقدسة. يا ريس احنا لغاية دلوقتي مش عارفين ناخد قرار في أي حاجة. الكويت يا ريس بتدرس عقوبة الإعدام للي يسيء لأي حد من أمهات المؤمنين، واحنا لعب أطفال نازلة في السوق ومنتشرة وألعاب على النت إساءة دايما للإسلام. المفروض مقاطعة للبلاد دي يا ريس. المفروض ندور على المستورد ده ونجيبه يا ريس ونلاحقه. ايه اهي لعب اطفال. اتكلم بس يعني خلاص، اتكلم في الموضوع. انتوا لكم مطلق الحريه تقولوا اللي احنا عايزينه. يا ريت يتحول لجنه الصناعه ولجنه الشؤون الدينيه عشان نعرف نطلع بيان في الموضوع ده يا ريس. وشكرا يا ريس.